ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض اسهل مكرونه. هنجيب اكياس المكرونه بتاعتنا ونحط الميه في الحله على النار. طلعنا الطماطم اللي احنا كنا مفرزينها حطيناها في ميه سخنه عشان القشره تشد زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده طلعنا البصله بتاعتنا من التلاجة او من الفريزر اللي احنا مفرزينه. برضو هنجيب المقلايه ونحط فيها حبه الزيت بتوعنا او اي ماده دهنيه انتي حباها، ممكن سمنه عادي. نزلنا فيها بالبصله، هنسيب البصل لغايه ما تدبل خالص. نرجع للطماطم نقشرها ونحطها في الخلاط عشان نخلطها بالشكل ده. هنقشر الطماطم بعد ما نقعناها في الميه السخنه علشان القشره تشال منها. اسهل طريقه واوفر طريقه ليكي، مش هتحتاجي فيها مصفى خالص. وابقوا استنوني في الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله. ان شاء الله هنزل لكم برضو طريقه حلوه قوي. نرجع تاني للبصله بتاعتنا والميه بتاعتنا اللي على النار، حطينا فيها حبه زيت بعد ما غلت يا جماعه عشان انا ممكن انسى اقول لكم. هنا قلبنا البصله خلاص، هنزل عليها بايه بقى؟ بشويه بابريكا. ايوه، شويه البابريكا دول هحمرهم معاها في الزيت او هدبلهم معاها في قلب الزيت كده عشان يطلعوا إيه الريحه بتاعت التدخين بتاعت البابريكا. وهنزل عليها بالشكل ده بالطماطم. هتقولوا لي يا مادة انت عامله في المقلايه؟ هقول لكم اه يا جماعه عامله في المقلايه عشان الكميه ما كانتش كتير. الكميه كانت يا دوب كيسين بس مكرونه. بالشكل ده كده هسيبها تتسبك، وهنزل عليها بمرقتين دجاج او مرقه واحده زي ما انتوا حابين. وهنزل برضو عليها برشه ملح اهو، ما كترتش ملح على فكره بس انا اللي منطوراه كده، وحبه كمون وحبه فلفل اسمر، مش هحط اكتر من كده. انت طبعا عايزه تقطعي فيها سجق تقطعي، ترمي فيها لحمه مفرومه ارمي فيها. هنا جبنا كيسين المكرونه بتاعنا، الميه غليت بالشكل ده اهو. كنت انا نازله هنا بحبه زيت صغيرين في قلب الميه. محدش يقول لي الصلصه مش هتلزق على المكرونه، لا هتلزق، احسن ما المكرونه تعجن معاكي. بصوا المكرونه اللهم بارك في الميه عامله ازاي. والصلصه بتاعتنا خلصت خلاص تسبيكتها. وما تنسوش يا جماعه تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ ميادة وبناتها. اللهم بارك. شوفوا الصلصه نازله عامله ازاي. طبعا انا جبت اللي بالمعلقه، اللي جبت اللي في المقلايه بالمعلقه ديت. هنا بقلب، طبعا انا بقلب بايد واحده بس بعد ما قفلت الفيديو قلبتها جامد. تمام اهو. بصوا بقى وانا بغرفها بجد بجد اقسم بالله كانت تحفه، طعمها روعه ولا هتاكلوا اروع من كده. وكمان حطينا جنبها مخلل بقى الليمون ده باقي الكرنب اللي انا كنت عاملاه من فتره، وده اللفت اللي انا عاملاه. متنسوش تفعلوا الجرس.